يا رب تكونوا بخير. عايزه النهارده اعمل لكم اكله بانيه كده، وجنبها بطاطس البانيه اللي انا كنت عاملاها. قلت اعمل جنبها كام قطعه بانيه كده جنب البطاطس. يا رب يا رب تعجبكم. هتبل البانيه الاول. احلى حاجه واحنا بنتبل البانيه يا جماعه بالبقسماط. تمام. ما ناخدش بعد ما نتبله بالبقسماط، ما ناخدش اللي احنا متبلينه لسه متبلينه، لا، بناخد اللي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو بيبقى ورا اخر، يعني اول حاجه عاملينها هي اخر حاجه. ايه اهي شايفين؟ اهي اول حاجه احنا متبلينها هي اللي تتركن ورا خالص، وهي اول حاجه تتقلي. فاهمين قصدي ايه؟ يا رب بس كده ينال اعجابكم الاكل اللي انا بعمله. شايفين اهي لكم بطاطس بوريه باللحمه المفرومه والبقسماط. هي يعني عامله زي بطاطس البانيه كده، بس دي زياده عليها من جواها لحمه مفرومه. ماشي. ثواني يا كوكو، هنعمل لهم حاجه جميله قوي. ايه رايك بقى نساعد بعض؟ هناخد جزء من البطاطس اهي. معانا بطاطس. هقرب لكم الكاميرا كده شويه. بصوا، معانا جزء من البطاطس، 3 حبايات بطاطس، ربع كيلو لحمه، بضايه وعليها سنه فلفل اسمر. اهم حاجه بقى في التركايه دي معلقه النشا مع الدقيق، معلقه نص كوبايه بقسماط، والبقدونس ده لزوم يعني التزيين. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هناخد هنا جزء من البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه هي سخنه، هي مش بارده، عشان خاطر ايه تقدر تشكلوها، يعني تقدروا تشكلوها في ايديكم. بصوا كده الحركه دي. تمام. بصوا اهي. اهم حاجه تقفلوا عليها، يعني انتوا وانتوا بتعملوا البطاطسايه تقفلوا على البطاطسايه نفسها. شايفين اهي كده؟ احنا ايه بنقفل البطاطس نفسها مع اللحمه المفرومه اهي. انا عايزه اقول لكم ان هي طعمها اتجنن بامانه، لان دي مش اول مره اعملها. تمام. بعد كده هناخدها نحطها فين؟ في الدقيق والنشا. عايزين بقى تصغروها براحتكم، عايزين تكبروها براحتكم، هي هتبقى طعمها مقرمش بطريقه يعني تحفه. تمام اهي. بس يا كوكو بعد كده واحنا بعد ما نحطها في الدقيق، تمام، هنسيبها دقيقه، يعني هنسيبها هنا كده على الصينيه شويه. وبعد كده ايه هنرجع ايه نقليها، بس بعد مثلا ايه قصه 5 دقايق 7 دقايق 10 دقايق في القصه دي، اللي هو تمسك نفسها شويه مع الدقيق. هنرجع تاني هعملها وارجع تاني اوريها لكم. بصوا بقى كده، ده الشكل بقى النهائي ليها. ايه رايكم؟ بنفتح البطاطسايه ونحط جواها بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط جواها اللحمه. تمام. واهم حاجه واحنا بنحط اللحمه نلفها كويس، ايه نكورها بايدينا كويس كده، نبرمها حلو. بعد كده ايه نقلبها في الدقيق بالنشا. واخر خطوه بقى ان شاء الله هنعملها، ثواني يا كوكو، هنحط هنا العازل اللي هو البيض. بصوا كده. تمام. بعد كده العازل اللي بعده البقسماط. الطريقه دي اتفرجوا بقى هتبقى من جواها بعد ما تتقلي كده تبقى عامله ازاي. عايزه اقول لكم هتبقى تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهي. بصوا كام واحده كده. بصوا ايه رايكم؟ ده لسه بس لما تتقلي كده وتستوي وتشوفوها. بصوا عايزه اقول لكم اهي اهي. تمام. هقليها بقى واوريها لكم كلها هتبقى مقليه عامله ازاي بعد ما تتقلي، وهرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. بصوا بقى كده، دي شويه بقدونس كده، انا جايبه حزمه حلوه كده مفلاحه جميله الصبح. ماشي. اتقطعت كويس ان شاء الله كده بالسكينه، ان شاء الله تعجبكم. بصوا كده البطاطس عامله ازاي دي كده بعد ما اتقلت. شايفين اهي؟ شايفين عامله ازاي؟ عايزه اوريكم بقى حاجه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا عامله ازاي اللحمه جواها وهي عامله ازاي.
بصوا طعمها في منتهى الجمال، والله العظيم جميلة جميلة جميلة، عايزة بقكم. الخلطة دي هتعجبكم بجد، بمقاديرها مش قادرة اقاومها، بمقاديرها، طعمها شياكة. بصوا كده، ده تزيينها. بصوا، وتتقدم اهي على السفرة. بصوا، اعمل لكم فيديو تاني مع يوميات توتا وليال. قولوا لي بقى ايه رأيكم في الكومنتات وفي التعليقات، حلو ولا مش حلو؟ انتظركم. عايزة اقرب لكم كده المنظر. بصوا كده، بصوا، رجع تاني. بصوا كده، ايه رأيكم كده؟ قولي ايه رأيكم؟ تحفة فنية. حلو صح؟ أوي. يا ريت بقى في تعليقاتكم وكومنتاتكم الجميلة تقولوا لي ايه رأيكم في البانيه والبطاطس باللحمة المفرومة البوريه. تمام؟ في انتظار تعليقاتكم الجميلة. كل اللي يجي عنده القناة بتاعتي ويشوفها يدوس لي لايك واشتراك جميل منه، تشجيع لدوتا ام العيال. ومستنية في تعليقاتكم الجميلة رأيكم في أكل ام العيال. يلا باي باي.